الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم وناصر عباده. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا القائل: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى من سار على دربه وترقب الفرج من ربه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، وكان الرجل في الباضية في هم شديد وغم قاتم، فلم يتمالك نفسه، فألقى في روعه بيتا من الشعر وقال: أرى الموت لمن أصبح مغموما له أصلح. فلما جن عليه الليل إذ سمع هاتفا من السماء يهتف ويقول: ألا أيها المرء الذي الهم به برح، وقد أنشد بيتا لم يزل في ذكره يصلح. إذا اشتد بك عسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. أيها المؤمنون، ينبغي أن نعرف طبيعة الحياة، ولا بد في الحياة من كدر، ولا بد فيها من منغصات، ولا بد فيها من توتر وابتلاءات، فهذا من حكم الله سبحانه وتعالى في الخلق لينظر أينا أحسن عملا. ولكن اعلم أخي أن الله كل يوم في شأن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب العسر يسرين. وها هو رجل يركب السفينة وتنكسر به سفينته، فيسبح إلى جزيرة في وسط البحر، ويمكث 3 أيام لم يذق طعاما ولا شرابا، ويئس من الحياة، فقام ينشد: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليب. يعني لا يمكن أن يكون القار كاللبن، وكذلك لا يمكن أن يشيب الغراب، ومعنى ذلك أنه يئيس وأيقن بالموت. ولكن الذي وعد باليسر بعد العسر أسمعه صوتا من السماء. نعم، سمع هاتفا يهتف ويقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فبينما هو يسمع هذا النداء، وإذ بسفينة تمر فيلوح لها فتأتيه وتحمله، وإذا على ظهر السفينة أحدكم يردد منشدا: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خلقته أمر. إذا لاها عسر فرج يسره، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه يسر. نعم أيها الإنسان، بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وبعد السجن إطلاق. نعم، سوف يسيل الغائب، ويهتدي الضال، ويفك الأسير، وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. إذن تصبر، فإن عقب الصبر خير، ولا تجزأ لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. أيها المباركون، ينبغي أن نحسن ظننا بربنا الكريم عند الأزمات والابتلاءات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. وقال المفسر المشهور القرطبي يقول: معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار.
وفي حديث آخر من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. ولكن يا أخي، إياك أن تسيء الظن بالله عند الأزمات، فلا تجزع، وإن عسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل، فإن العسر يتبعه يصار، وقيل الله أصدق من كل قيل. إذا بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، بشر المغموم بفرج مفاجئ يصير في سرعة الضوء ولمح البصر، بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانئة. نعم، إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد فاعلم أن وراءها وارفة الظلال ورياض خضراء، وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم أنه سوف ينقطع. واعلم مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة، ومع الحبس إطلاق، عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألج به الدهر. ألا وفعلوا الصالحات وترقبوا الفرج، واستغفروا ربكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله خالق الأكوان مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على من أصلح بين الأوس والخزرج، ومن ترقب بالنصر حتى أتاه الفرج. معاشر المسلمين، ورد في الحديث عند الترمذي والترمذي واللغتان صحتان: أفضل العبادة انتظار الفرج. ألا ترى أن سبح المهمومين والمغمومين له؟ إذن فانتظر إلى الصباح وارتقب الفتح من الفتاح. أليس الصبح بقريب؟ كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. انظر، وقد طعنت عائشة رضي الله عنها في عرضها وشرفها وهي العاففة الطاهرة، وتظل أمنا عائشة شهرا كاملا تبكي حتى كاد البكاء أن يمزق كبدها، وتجلس تنتظر الفرج، وإذا بالوحي ينزل من عند الذي قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم على مسمعها آيات البراءة من سورة النور، وتبكي أمنا من شدة الفرح. وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. إذا تأزمت الأمور فانتظر فرجا ومخرجا، فإن تنسى فلأنت الصادقين. وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يكلمهم 50 ليلة، حتى ضاق عليهم الأمر بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فجاءهم الفرج من عند الذي قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم ترى أن طول الليل لما تناهى حان للصبح انبلاج. يقول إمام ابن الجوزي رحمه الله كما في صيد الخاطر: اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة فتح وتارة غنى،
وتارة ذل وتارة عز. فالسعيد من لزم أصلا واحدا على كل حال، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولازم التقوى في كل حال، فإنك لا ترى في الضيق إلا ساعة، وفي المرض إلا عافية. نعم، انظر إلى سيد المرسلين، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج من مكة مطرودا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يخرج من مكة مطرودا وهو يبكي ويقول: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وما هي إلا سنوات معدودة حتى يعود النبي إلى مكة فاتحا منتصرا. وفي يوم الفتح مكة يأتي بلال الذي كان الصخور العظيمة توضع في صدره ويعذب، وإذا به اليوم يصعد فوق الكعبة ليؤذن أمام صناديد قريش. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ألا صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم ربكم في كتابه المبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز دينك وكتاب رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم نحن ضعفاؤنا فانصرنا، نحن ضعفاء فانصرنا. اللهم قونا وأعز أمتنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعامه يزدكم، وادعوه دائما يستجب لكم، وترقبوا نصره ينصركم، ولذكر الله أعلى، والله يعلم ما أنتم عليه. وأقم الصلاة.